ينص قانون الجرائم والعقوبات في اليمن على أن من يملك القصاص يملك العفو، وإذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص، وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى أوقف تنفيذ عقوبة القصاص. صدر حكم بالقصاص على شخص اسمه ربيع الدماسي لقتله زميله عمدا، وكان الحكم بالإعدام رميا بالرصاص، وتم النطق بالحكم بحضور أولياء الدم. قررنا ما يلي: نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 29/1440 الموافق 1/8/2019. القاضي بمحاكمة المتهم ربيع علي أحمد بمعاقبة المتهم ربيع علي أحمد الدماسي بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه صدام عبد الله محمد أبو حاضي، وعلى الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية وفقا للقانون مع مراعاة ترغيب أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية قبل التنفيذ. والدة ربيع كانت قد نصبت خيمة لمدة أيام وجلست في المقبرة بمحافظة مأرب. لديها هذا الطفل أيضا بحضنها يرافقها. كانت تعتكف بجانب قبر القتيل صديق ابنها الضحية صدام القحاطي والذي قتله ابنها عمدا قبل سنوات. هي تترجى عائلة القتيل بالعفو عن ابنها قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام رميا بالرصاص. تنتظر في المقبرة، فإما أن تستقبل جثة ولدها لدفنها أو تستقبل بشرى العفو. والد القتيل هو الزعيم القبلي عبد الله القحاطي، وبعد تلاوة الحكم وقف للحديث. أنا سامح هذا ربيع لوجه الله الكريم. وذي على المجنة وذي وأنا أرجوكم أن لا أحد يمد بريال واحد. أنا ما بعد هذا الإعلان اتجه والد القتيل ومشايخ وأعيان هذه القبيلة إلى المقبرة لمقابلة المرأة التي تخيم عند القبر. شاهدوا الذي جرى. سلام يا ام ربيع، كيف حالك؟ ادخلي بالعز بالاسم مراد طاير وادخلي وارفعي خيمتك ولا تحترمي ان شاء الله. الله يبقيك وارتفعي ولا يهمك. اليمنيون تأثروا بهذه القصة وأثرت فيهم جدا فتفاعلوا معها. هذه تغريدة من ناجي شفلوت يقول: حبست مأرب أنفاسها في انتظار رد الشيخ عبد الله القحاطي وقبائل مراد في العفو عن قاتل ابنه، إلا أنه أصر على خروج القاتل للإعدام، وقبيل لحظات من الإعدام عفى عنه. عامر بن خريص الجهمي يقول: هذه مواقف الأقوياء والأنقياء، ومن القيم والعادات والصفات الأصلية التي تستحق الوفاء والعرفان والشكر لكل من قام والتزم بها. حميد صالح يقول لك: فلتنهضي يا أم ربيع، فحاجات الكرام عند الكرام مقضية. أما خليل العمري فقال: موقف عظيم من قبيلة مراد ومن مأرب، هذه اليمن وهذه قبائلها الأصيلة والمتسامحة. بعد تنازل أولياء الدم وهو الحق الخاص، يبقى حينها الحق العام للدولة، والذي يكون أكثر من 3 سنوات بالحبس يحدده القاضي طبعا، لكن الجاني أمضى 8 سنوات في السجن لينتهي بذلك الحق العام. سيخرج طبعا بعد إنهاء الإجراءات الإدارية. نرجو الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو لدعمنا على نشر المزيد.